ريفيرو او الملقب بالمايسترو، اهلا بكم في فيديو جديد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك والاشتراك. النهاردة هقول لك كل التفاصيل عن المدير الفني الجديد. هيجي واحد يسألني مين ريفيرو ده، هقول لك ده مدرب اسباني واخر فريق دربه اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، وبدأ تدريبهم في 2022. حد هيجي يسألني ويقول لي هو حقق معاهم القاب ولا ما حققش؟ اقول لك قدر يحقق معاهم 5 القاب محلية، قدر يحقق معاهم كاس الMTN 3 مرات، وده انجاز في جنوب افريقيا مفيش مدير فني قدر يعمله. وقدر يحقق معاهم برضو كاس اسمه نيت بانك، وده قدر يحققه مرتين. مسمينه ليه بقى البروفيسور؟ لانه ليه تكنيك دقيق وبيهتم جدا بادق التفاصيل الهجوميه. وايه الخطه اللي هو بيرتاح يلعب بيها؟ 4-2-3-1. الخطه دي بقى بيجمع بيها بين حاجتين: الصرامة الأوروبية والمهارات الفردية، يعني بيحب يدي اللعيبة حرية في الهجوم. لعب بقى مع أورلاندو بايرتس كام مباراة؟ لعب معاهم 232 مباراة، قدر يكسب فيهم 137 مباراة، يعني نسبة فوز توصل ل60%. وهيفصلنا ساعات قليلة جدا على الإعلان الرسمي عشان يتعلن إن هو المدير الفني للنادي الأهلي. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. قول لي رأيك في المدرب، واشوفكم في فيديو جديد عن الكورة، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. السلام عليكم.